انت مش هتتخيل انت هتشوف ايه دلوقتي. دي طبعا ده دجاج مقلي فرايد تشيكن، خد قطعة منه وحطها تحت الميكروسكوب. اتفضلوا يا جماعة. بكتيريا ضارة، سالمونيلا، ايكولاي، طفيليات، حدث ولا حرج. طيب انت ازاي تقدر تميز ما بين القطعة السليمة والقطعة اللي مش سليمة؟ شوفوا يا جماعة، انشروا الفيديو ده قدر المستطاع. اي قطعة هتلاقيها طالع منها ريحة كده، لو فتحتها وشميت منها ريحة مش طبيعية اياك تاكلها. لو لقيت دم احمر او وردي اياك تاكلها، دي من دلائل فساد القطعة نفسها او ان هي مش مطهية كويس. دايما احرصوا على اختيار الاماكن المناسبة انك انت تشتري منها علشان تاكل انت واهل بيتك واولادك وقرايبك واصحابك، ومش دايما برضو الاغلى هو الافضل. حاول تدور على مكان مضمون. بص يا جماعة، تعابين شغالة جوه، فانت هتفتحها هتشمها هتتأكد من صحتها. انا ليا يعني ولاد اختي في الحقيقة تعرضوا لحالة تسمم شديدة جدا بس في احد الدول العربية، وكانوا فعلا هيموتوا. من ضمن الاعراض اللي هتصيبك اسهال، قيء، سخونيه، بطنك وجعاك، جفاف شديد جدا، في بعض الاحوال بيوصل لتسمم دموي، بيجيب تشنجات، بيوصل للمخ، واحيانا بيؤدي الى الوفاه. انشر الفيديو ده لغيرك، الفيديو ده امانه في رقبتك توصله لغيرك، وما تنساش تصلي على النبي.